اهلا، معاكم سارة. في فيديو النهاردة هنعمل بانكيك الياباني هش وطري، طعمه حكاية، لازم تجربوه. يلا نبدأ ونشوف الطريقة. والمكونات اللي محتاجينها: بيضة، وانا فاصلة الصفار عن البياض، معلقة كبيرة من الزيت، 3 معالق كبار من الدقيق، معلقة كبيرة من السكر، فانيليا، رشة ملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقتين كبار من اللبن. والطريقة بسيطة جدا. في بولة هضيف البياض البيض وهبدأ ان انا اضربه بالمضرب. بعد ما ضربت بياض البيض شوية هضيف السكر ورشة ملح واضرب تاني لحد ما الاقي ان القوام معايا كده ثابت. مهما احرك البولة ما بيتحركش، ولو قلبت البولة ما يقعش وما يحصلش اي حاجة كده تمام. وابدأ اكمل في الخطوة اللي بعد كده. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نحط كل حاجة على بعضها. هنجيب صفار البيضة هنضيف عليه الدقيق، اللبن، الزيت، الفانيليا، ونقلب كل حاجة ونتأكد ان كل حاجة متقلبة كويس جدا مع بعضها. استخدمت المضرب اليدوي في النهاية عشان اتأكد ان كل حاجة امتزجت مع بعضها. هاخد معلقة كبيرة من بياض البيض وهقلبه مع الخليط عشان مجرد بس ان انا اخلي القوام بتاعه ما يبقاش تقيل على بياض البيض. وبعد كده ارجع كل حاجة تاني على بياض البيض واقلب، بقلب بالراحة زي ما بعمل السبونج كيك بالظبط. بنزل كده بالسباتيولا وهي واقفة، وبطلع بيها كمان وهي واقفة، وما اقلبش كتير. مجرد بس الاقي كل حاجة متزجت مع بعضها اوقف. وفي طاسة تكون سخنة على درجة حرارة وسط، وياريت ما تكونش بتلزق. وهضيف عليها حبة من الزيت. هضيف الكمية بتاعتي وما زودش في الكمية عن 1-2 بالكتير. هضيف عليها نقطة او نقطتين كده من المية السخنة، واقفل الطاسة بتاعتي واسيبها تستوي براحتها تماما. بعد ما الاقيها استوت خلاص من تحت هقلبها على الناحية التانية عشان تكمل سوا، وارجع اغطي تاني عشان تكمل سوا. السمك شوية كبيرة عن البانكيك العادي، فهياخد شوية وقت في التسوية، فعايزينها عشان تكون مستوية كويس من جوه هنغطيها. ولو انتوا حابينها تبقى منفوخة شوية عن كده تروح مزودين تاني قبل ما تقلبوا، فبتبقى معاكم السمك بتاعها اتخن شوية من السمك ده. حبيت اقدمها مع سكر بودر وعسل واي نوع من الفاكهة المجففة او من الفواكه الفريش، بتكون حلوة جدا. وبألف هنا، جربوها، متأكدة هتعجبكم. قابلكم ان شاء الله في فيديوهات وصفات مختلفة، والسلام عليكم.